8 فاي ايه 18، والكنات بتاعتي هتبقى 5 زي ما هي، وهقول له اوكي. ما الا هنا هزود كام بقى هنا، خليه 300 في 600. بس انا عندي ايه، ان التسليح بتاعي كام، 8 فاي كام 18. تمام. لا اسف، مش 8 بقى كده، القيمه اللي طلعت معايا هنا اللي هي كام 8 و8 16 و2 يبقى كام 18. يبقى 18 فاي ايه 18، وهقول له اوكي. ده كده العمود التاني معايا. طيب اقدر ازود عمود تاني؟ قال لي اه اقدر ازود. طيب اقول له دوس اد كوبي. انا هزود ايه، هل انا هستخدم القطاعات دي كلها؟ لا، انا بفضل ازود علشان اعمل رن مره واحده، ما اقعدش ايه اغير في الغي الرن واقعد ازود قطاعات تانيه. طيب دلوقتي انا خليت النسبه بتاعتي كام 2 25 هنا من 1000. طيب ما تيجي نزود النسبه كمان، تعال نخليها مثلا 3، وهقول له يساوي. تطلع نشوف القيمه طالعه معايا كام، طالعه معايا 22 صيغ. طيب يبقى ال 22 صيغ دول انا هزود منهم ايه، صيغين هنا على الايه، على الجوانب معايا، صح؟ صيغ هنا وصيغ هنا عشان يبقى عندي 3 مسافات، والمسافه عندي ما تقلش عن 70. تمام. يبقى ده ممكن استخدم كام 22 ايه صيغ. طيب يعني انا ممكن اجي هنا خلي لي دي 8 زي ما هي، 8 و8 16، واقول له خلي لي دي كام 4، لان 4 عندي 4. تعالى كده اوريها لك. هقول له اوكي. يبقى انا عندي كده كام 3 مسافات، والثلاثه دول في مثلا 70. 3 في 70 بكام ب 210. يبقى 210 انا عندي المسافه اصلا كام 250، يعني دول هتبقى اكتر، المسافه بينهم اكتر من 70، وهنا برضو المسافه هتكون ايه اكتر من 70. يبقى انا كده توزيع التسليح عندي ايه مظبوط، محقق الشوط بتاع الكود بتاعتي. طيب هل بقى انا عايز اظبط بقى معايا عدد الكنات؟ انا كده عندي عدد الكنات هلاقيه مختلف. طيب عندي عدد ايه الكنات عايز اظبط، هدخل هنا على موديفاي. طيب انا عندي الكنات اللي هي ايه عدد عدد الفروع بتاعت الايه الكانه. طيب تعال نشوف في اتجاه الثلاثه، قلنا كام 8 سياخ. يبقى انا هربط كام، هسيب سيخ من هنا وسيخ من هنا، هربط الاثنين دول مع بعض، السيخ ده مع السيخ ده، ويتبقى عندي سيخين ايه في النص هيتربطوا كام هما كمان. يبقى انا كده اصبح عندي 8 في الاتجاه ده كام، قلنا 5 فروع. يعني ادي فرع هنا 1 2 3 4 5 6. تاني 1 2 1 هنا 1 هنا يبقى كام 2. تعالى هنا 1 وهنا 1 يبقى كده كام 4 5 6. يبقى هنا كده كام في الاتجاه المحور 3 المفروض 6 كانت، يبقى انا هنروح نعدلها في باقي الايه القطاعات التانية. طيب تعالى بقى في الاتجاه 2، في اتجاه المحور 2 ده او الاكس 2. طيب عندي كام هنا، هربط سيخ وسيخ، المسافة بين كام سيخ وسيخ. طيب يبقى انا عندي هنا هربط كام الاربع تسيخ بتاعتي، يعني هربط الفرع ده والفرع ده، وهجيب كان ايه تربط الاتنين دول ايه مع بعض، يبقى عندي كام كده 4 فروع. وهقول له اوكي، وهقول له كده سمي العمود ده 300 في 600، ولكن التسليح بتاعي كان كام بقى 22 فاي 18، وهقول له اوكي. تاني معلش ثواني، احنا قلنا التسليح بتاعنا ما يزيدش عن 4، قلنا ما يزيدش عن 8 16، ما يزيدش عن 20 سيخ. تاني كده معلش، قلنا ما يزيدش عن 20 سيخ. طيب انا فاضل هنا كده كام، لان انا فاضل هنا 8 8 و8 16 16 و4 20، يبقى ده كده 20 سيخ. انا كاتب هنا 20 سيخ مش 22، يبقى انا كده عندي ايه في غلطه عندي هنا، انا قلت ما تزيدش عن 20 سيخ. يبقى انا كده هضطر ازود الايه، هزود القطر بتاعي، بدل ما هو 20 اخليه، بدل ما هو 18 اخليه كام 20. يبقى اخلي التسليح بتاعي كام 20، واروح اقسم واحسب المعادلات بتاعتي من تاني. طيب هنا هقسم على كام، على 314، واقول له كام يساوي، واشوف القيمه بتاعتي اللي طالعه معايا كام، طالعه معايا كام 18 سيخ. 18 سيخ يبقى 8 و8 8 سيخ، 8 و8 كام 16، يبقى عندي كام سيخين. يبقى اقول له هنا كام 3 في الاتجاه ده لان هو هيحط لي سيخ في النص. طيب وتعالى نشوف عدد ده 6 زي ما هو، ودول خليهم لي كام 2، وهقول له اوكي. كده كام 18 فاي كام 20، يبقى دول 18
فاي 20. هسمي ده 300 في 600 وخليهم لي 18 كام؟ فاي 20. وهقول له اوكي. كده انا عرفت القطاع الايه؟ الثالث. هل ينفع ازود تاني؟ لا ينفع، ما انا معايا لحد نسبه كام؟ 4% في الاعمده الايه؟ الوسط. طيب هدخل على موديفاي، تعالى هنا هشوف برضو النسبه بتاعتي تاني. هقول له عندي زود لي النسبه بقى تحتي ده، النسبه دي خليها لي مثلا 4، نجيب الماكسيمم عندي وهقول له يساوي. طالع بكام؟ 22. طيب انا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش اقرب واخليها 23 النسبه كده هتزيد عن 4. طيب هنا ال 22 مش هتنفع معايا. طب لو انا خليتها انا قلت كانت النسبه معايا طالعه بكام؟ 20 ولا 18 في 20 صح؟ طب لو خليتها 35 وقلت له يساوي، جيت هنا اشوف كده كام؟ طالع معايا 20. طب تعال نعمل قطاع فيه 20 سيخ. طيب ال 20 سيخ دول كام 20 سيخ كام؟ فاي 18. 20 سيخ كام؟ قصدي فاي ايه؟ 20. يبقى 20 فاي 20. طيب تعالى نخلي هنا ده 20 فاي 20. طب ما هو كده 20 فاي 20. تعالى معلش ثواني، انا اخر قطاع كنت معاه في كام؟ 18 فاي 20. 8 و8 16. اقدر ازود كمان نخليه كام؟ 20 فاي 20. طيب تعالى نزود كمان، تعالى ايه اقدر ازود هنا. يبقى انا هزود ده بدل ما هم 3 اخليهم كام؟ 4. وهقول له برضه زود لي هنا الكانات بتاعتي، زودهم لي خليهم كام؟ 4 معايا. وهقول له اوكي. كده كام بقى اصبح؟ اقول له اوكي. كده اصبح عندي كام ده؟ 20 فاي 20. يبقى ده عمود 300 في 600 في التسليح بتاعه كام؟ 20 فاي 20. طيب اقدر ازود تاني؟ اقول له اوكي. طيب تعالى نعرف قطاع كمان، اقول له ادي كوب. هدخل هنا هعدل برضو التسليح بتاعي، اشوف بقى الماكسيمم بتاعي اوصل للاربعه كام؟ من خليها كام؟ 4%. خليها لي 4% واقول له يساوي. طلع معايا كام هنا؟ 22. طبعا مش هينفع، وهزود التسليح بتاعي. خلوا لي كام مثلا؟ خلوا لي 22. خلينا مثلا ده 22. طيب 22 اقسم على كام؟ على 380. طيب هاجي هنا على كام؟ 380 وهقول له يساوي. طيب دوس هنا يطلع معايا كام؟ 19 سيخ معايا. تعال نخليهم 20 سيخ. مش هينفع اخليهم ايه؟ ولا 20 ولا 19، لان انا لو زودت عن ال 18 هيوصل كام؟ النسبه بتاعتي هتزيد عن 4 كام في المية، والكود قايل لي ان الماكسيمم بتاعك يبقى كام؟ 4%. يبقى هنا هيكون 18 سيخ فاي 22. 18 سيخ كام؟ فاي 22. يبقى انا هاجي على 18 سيخ اللي هو 8 و8 16. يبقى انا عندي هنا 2 خليهم لي كام؟ 3، لان واحد في النص واحد هنا في النص، واخلي لي دي 2 زي ما هي. يبقى انا عندي كده كام؟ 18 سيخ 22. وهقول له اوكي. اسمي ده 300 في 600 وخلوه لي كام بقى؟ 18 فاي 22. ودي كانت الماكسيمم عندي في قطاعات الاعمده هنا. طيب كده انا عملت القطاع بتاع ده. طيب لو سيف معايا تمام، ما سيفش هروح اضيف ايه؟ عمود جديد. طيب تعال نقول له اد عقبي. ماشي. عدل لي، او تعال نعمل ران ونشوف هيسيف معايا لا. لو ما سيفش على التسليح ده اروح اعرف اعمده جديده بقطاعات جديده، بس انا مش هزود بقى هنا في التسليح، لا انا هزود فين؟ في القطاع الخرساني بتاعي. القطاع الخرساني بتاعي هقول له هنا اوكي، واروح اعمل ايه؟ ران. طيب بعد ما عملت ران اروح بقى على الديزاين هنا واقول له ايه؟ اعمل لي تشيك. طيب بعد ما عمل تشيك تعال نقول له ايه؟ ديسبلاي ديزاين انفورميشن، وهقول له اوكي. هيظهر لي كده الايه؟ الاعمده بتاعتي اللي مش مسيفه. طيب عايز بقى اغير القطاعات بتاعتي. طيب تعالى لي بقى كده على، هقول له هات لي هنا كده البلان، وهقول له هات لي الايه؟ البيزمنت اقل دور عندي، لانه هيكون فيه اكبر احمال او اكبر الاوزان عندي على الاعمده اللي تحت خالص. طيب عايز بقى اغير الاعمده بتاعتي هنا. طيب قبل ما اغير الاعمده انا عايز همسك القطاع ده كليك يمين كده واقول له ديتيلز، الاقي عندي هنا الكباسيتي ريشيو بتاعتي كام؟ 1.6
ما عندي هو انسيف، والتسليح بتاعي ده العمود ده اللي انا كنت مغيره اللي هو كان كام بقى؟ هنا كام؟ كان 2 و64 صح؟ النسبه بتاعتي. طيب هقفل بقى ده كده في اللي ده، واروح اغير العمود بتاعي ده، هقول له هنا الاوفر رايت هنا، عايز اغير العمود بتاعي ده، القطاع بتاعي ده، بدل ما هو كان ثواني بقى قبل ما اغيره، معلش قبل ما اغيره هقول له فين هنا، هات لي هنا الستوري بتاعتي، وهقول له في اللي ده كده، هقول له فين، هات لي بدل 1 ستوري خليه لي فين، في الاول ستوري، يعني غير لي القطاع ده في المبنى كله من اول دور لاخر دور. طيب هدخل هنا على الاوفر رايت تاني، وهدخل على القطاع بتاعي، هغير ده كان 300 600، هغيره بقى مثلا لكام؟ لحديد مثلا، تعال نخليه حديد 18 في 20، وهقول له اوكي. طيب هشوف العمود بتاعي ده تاني مسيف ولا لسه بادئ خالص، ده كام؟ 1.49 وانا فاضي العمود التسليح هنا كام؟ 3%. طيب اروح اغيره تاني، ادخل على الاوفر رايت، وهدخل بعد كده على القطاع بتاعي اخليه 300 في 600 كام؟ 20 في 20، وهقول له اوكي، واشوف سيف معايا ولا لا. ادخل على الديتيلز واشوف العمود بتاعي لسه بدري جدا، يعني ده 1.44 وانا فوت التسليح بتاعي تقريبا قريب من ال 4% اللي هي الماكسيمم اللي الكود بتاعي قال عليها. يبقى انا كده محتاج هنا اروح اعمل ايه؟ اروح اغير العمود بتاعي ده للقطاع بتاعه، وهزود ايه؟ قطاع الخاصنه بتاعي. طيب تعال نشوف مثلا عمود زي ده، كليك يمين ونشوف التسليح بتاعه عامل ايه. طيب هنا كام؟ هنا كام؟ بص هنا كده هو اقل من الواحد، بس انا عشان مغير السكيل فاكتور بتاعي مخليه 9/10، فهو عشان كده طالع معايا ايه؟ انسيف. بيتهيألي العمود ده لو غيرنا بس القطاع بتاعه حاجه بسيطه هيروح ايه؟ يتعدل معايا. دخلت عليه كده هو 300 في 600، ازوده مثلا لكام؟ تعالى هنا خليه مثلا 18 في 22 ونروح نشوف. اقول له اوكي، ادخل على الديتيلز، هبص كده على العمود يعني هو بيسيف معايا. طيب تعالى نزوده كمان، بدل ما هو 18 نزود، ندخل عليه كده نخليه مثلا عمود 300 في 600 20 في 20، وهقول له اوكي، وهقول له ديتيلز. هدخل كده على العمود كام؟ برضه لسه مش مسيف معايا، لسه 3.49. يبقى انا لا كده هروح اغير الايه؟ قطاعات الاعمده اللي في الوسط عندي ده، هغير بقى القطاع بتاعي. انا كده مزود القطاع بتاعي لاكتر تسليح عندي 300 في 600 20 في 20، ما عنديش حاجه ازيد من كده. انا مزود النسبه بتاعتي لحد كام؟ 4%. طيب لا كان في عندي قطاع اللي هو 20 22 اسف، هو اللي هو 18 في 22 18 في 22، واقول له اوكي، واروح اشوف قلنا اللي احنا خدناه من شويه تقريبا تمام، اللي هو كام؟ كان النسبه بتاعتي 3 و8، والكباستي ريشيو كام؟ 9/10 وحاجات بسيطه. يعني هو بس محتاج يزيد ايه؟ لو مثلا خليناه بدل ما هو كان 30 في 60، لو خليناه في الغالب 30 في 70 هيسيف معايا، هيسيف ايه؟ معايا. طيب تعالى نقول له بقى اوكي، ونروح نلغي الران، ونروح نزود قطاعات الاعمده بقى بتاعتي تاني. انا بدل اعرف بقى قطاعات جديده، اخلي عمود مثلا 30 بدل ما 30 في 60، اخلي عمود 30 في 70 30 في 80 40 في 70 40 في 80، وابدا ازود قطاعات الاعمده بتاعتي، وارجع اعمل نفس الكلام ده من تاني. طيب احنا نوقف دلوقتي، هنروح نعرف قطاعات الاعمده ونبدا تاني.